كونوا ربانيين. أهمية شهر رجب. دخلت أشهر الخير، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. 5 شهور دول على بعضهم كده، رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة، نص السنة ده. النص ده على بعضه كده حتى والمحرم 7. دي أشهر البركة في السنة، أشهر النفحات. شهر رجب شهر معظم، مش عشان في الإسراء والمعراج ليلة 27، لا، شهر رجب معظم يوم أن خلق الله السماوات والأرض. مش هنقول قبل سيدنا عبد الله بن عمر أن هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية، يعني هو معظم حتى قبل الإسلام، مش في الجاهلية بس. ده من إمتى؟ من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. ربنا قال كده: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. يبقى بالدين بالشرع بالقرآن شهر رجب شهر قيم، شهر قيم، شهر معظم، شهر حرام. زي ما قلت لك كده، البطالين هيقولوا لك ويقولوا خليهم يقولوا زي ما كان الشيخ بيقول ايه: خليهم ما يتخانقوا ويخالفوا واحنا نشتغل. هم يقولوا صيام وما صيامش واحنا نصوم، هم يقولوا ده فيه واحنا نقوم الليل، واحنا نتصدق فيه، واحنا نطعم الطعام فيه، نشتغل. شهر رجب ده شهر شغل. زي ما كتير بقى من كلام العلماء بقى ان رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. يبقى اللي عايز يجني رمضان لازم يبدا من بدري. البدايه منين؟ من رجب. طبعا صيام شهر كامل غير رمضان بدعه، وانما ينبغي ان احنا نكسر صيام الشهر بان احنا نفطر الجمعه، يعني تصوم كل الايام وتفطر الجمعه من كل اسبوع تفطرها، او تصوم يوم ويوم، افضل الصيام. يا اما تظبطها، اظبط 2 وخميس ومعاهم يوم ثالث، يعني سبت واثنين وخميس، حد واثنين وخميس، 2 و3 و4 وخميس، لكن اكثروا فيه من الصيام. صم من الحرم والترك. بيقولوا ضعيف واحنا بنقول برضه اسناده جيد صح حسن لغيره، بس الرسول نهى عن صوم السبت. برضه هو نهى عن صوم السبت وشدد في عدم صيام السبت، والفقهاء كلهم ما حدش قال صيام السبت الحرام، وانما قالوا حتى الخروج من هذا ان يصوم السبت ومعه يوم غيره، واستدلوا بحديث الا ان يكون في صيام يصومه احدكم عن يوم الجمعه، يعني ان الرسول نهى ايضا عن تخصيص ليله الجمعه بقيام او يومها بصيام، الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. فالشاهد صوموا بقدر طاقتكم، وامر ساتركه بينكم وبين الله، فصوموا. وفي نفس الوقت اهم شيء يا اخوة لو تقدروه قدره فمنتهى الخطوره. اخطر شيء في الدنيا المعاصي والذنوب. كفوا فيه عن المعاصي، كفوا فيه عن الذنوب.